في تونس نظامنا السياسي اللي جابيه دستور 2022 هو بلا شك له نظام برلماني وله نظام رئاسي، بل هو نظام مختلط ياخذ شويه منا وشويه منا مع دوزه اكبر من خصائص النظام الرئاسي، على عكس النظام اللي كان معمول به في الدستور 2014. لانه في الدستور هذاك صحيح النظام كان كما توا مختلط، هو زاد وماخذ بعض خصائص النظامين البرلماني والرئاسي كما انتخاب رئيس الجمهوريه، انتخاب عام ومباشر، والاعتراف ليه بحق الفيتو، اي نجم يرفض باش يصحح على قانون وما يختموش ويردوا او يرجعوا للمجلس النيابي باش ينظر فيه مره اخرى ويصادق عليه باغلبيه اقوى. وكما زاد الملاحقه الجزائيه لرئيس الدوله كان ثبت ارتكابه الخرق جسيم للدستور وممكن يتعفى من منصبه بقرار من المحكمه الدستوريه. لكن رغم الخصائص هذه الكل اللي متاخذه من النظام الرئاسي، فانه النظام تاع 2014 كان يقرب اكثر ومايل اكثر للنظام البرلماني، حتى ان البعض سماه نظام شبه برلماني او برلماني معدل، خاطروا ماخو اهم مميزات النظام البرلماني، وخاصه منها وجود سلطه تنفيذيه بزوز روس، رئيس الدوله من جهه وحكومه يترأسها رئيس الحكومه من جهه اخرى، مع تكليف ممثل الحزب اللي ربح اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب باش يشكل حكومه ويمشي بها المجلس نواب الشعب، طالب منها منح الثقه والتصويت على برنامجها بالاغلبيه المطلقه نتاع اعضائه. ما كانش الحكومه ما تنجمش تخدم. الخاصيه الثانيه، البرلمان القديم كان ينجم يعطي تفويض لرئيس الحكومه باش ياخذ مراسيم في مجال تدخل المشرع، كما شفنا هذا وقت الكوفيد مع رئيس الحكومه الياس الفخفاخ، وقت المجلس ما عادش ينجم يجتمع بسبب جائحه كورونا، ويقعد البرلمان كذلك يراقب في الحكومه وينجم يلومها ويسحب منها الثقه كحكومة بصفة جماعية بالتصويت ضدها ويخليها تستقيل أو يسحب الثقة من واحد من أعضائها وزير أو كاتب دولة بصفة فردية. النظام السياسي التونسي الحالي في دستور 2022 وعلى عكس ما كنا نشوفه فيه مع دستور 2014 ياخذ شوية خصائص من النظام البرلماني وأقل برشا من 2014. اليوم مقعد من النظام البرلماني كان وجود زوز روس في السلطة التنفيذية، الحكومة ولا رئيس الجمهورية، هو اللي يعين مباشرة أعضائها من غير ما يكون رئيسها ممثل الحزب اللي فاز بأكثر عدد من المقاعد في البرلمان. وبهذا البرلمان الجديد ما عاد عنده حتى صلاحية متاع منح الثقة للحكومة تصويت على برنامجها قبل ما تبدأ كشرط باش تباشر مهمتها. ومقعد من النظام البرلماني كان ثنائية السلطة التنفيذية، يعني بزوز روس ولكن بصفة شكلية، مع إمكانية توجيه البرلمان بالزوز غرف متاعه مجتمعين لائحة لوم للحكومة بأغلبية الثلثي، وهكا تكون الحكومة مسؤولة قدام البرلمان من غير ما يكون البرلمان أعطاها الثقة من قبل. في المقابل خذينا برشا حاجات من النظام الرئاسي، انتخاب الرئيس انتخاب عام، حق الرد أو الفيتو، وزدناها اختصاصات وصلاحيات وآليات دعمت بلاصة وحضور الرئيس الجمهورية كما شفنا، وخلته مسيطر على النظام الجديد كيف ما شفنا من غير ما يكون مسؤول لا سياسيا ولا جزائيا لا قدام البرلمان ولا قدام المحكمة الدستورية. النظام الحالي يقرب برشا لنظام دستور 59 مع رئيس قوي وحاضر تقريبا في كل الوظائف، قائد السلطة التنفيذية مع حكومة تساعده على تنفيذ السياسة اللي حددها هو وحده، وعنده تدخل كبير في الوظيفة التشريعية وما هوش مسؤول الجملة.